السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تحولي الدهن الى زبدة فلاحي بلدي مية مية مضمونة بإذن الله، وحاجة نظيفة وحاجة حلوة كده بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله الريحة مضمونة بلدي صافي كده، يعني بلدي بلدي. طبعا انتوا عارفين حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك وأصحابك أجمعين. بلدي بالظبط، وطعمها زي الزبدة البلدي بالظبط. الناس بقى عايزة تعمل بيها محشي، ماشي مفيش مشاكل. شايفة الترميلة ما شاء الله اللهم بارك، جميل تمام كده على الرخامة طول الليل، وقلت الصبح اكمل الفيديو. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين الترميلة ما شاء الله اللهم بارك، والريحة كمان اجمل واجمل، يعني الريحة كمان اجمل واجمل. طبعا انتوا عارفين حبايب قلبي ان الزبدة الفلاحي اليومين دول رفعت، يعني بما ان الكزب والاعلاف غلي، فاكيد ان السمنه البلدي الزبده البلدي الفلاحي يعني اكيد سعرها هيرفع. تمام، هنتوكل على الله ونعمل البلدي بالظبط باذن الله، بس مش اللي هي بتتباع في المحلات، علشان الناس اللي هتدخل وتشوف الفيديو وتقول لي يا ام يوسف انت كده هتعلم الناس ان هم يغشوا وياخدوا الزبده دي يبيعوها لنا احنا في الاسواق. دي حاجه، والزبده اللي بتتباع في الاسواق حاجه تانية. سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ده طبعا يا حبايب قلبي كيلو واحد دهن. أنا كنت عملت لكم فيديو قبل كده كان حوالي 4 كيلو، انتوا قلتوا لي اعملي لنا كيلو واحد بس، وعايزينها من غير زيت، لأن أنا ضفت عليها زيت علشان خاطر أعمل المقدار مظبوط، بحيث إن أنا هطبخ أو أي حد من الولاد هيطبخ ياخد على طول تكون جاهزة. فهمتوني؟ لان طبعا الدهن انتوا عارفين ان هو من الطبيعه، دي اول حاجه. تاني حاجه، حاجه مضمونه ونظيفه عن السمنه المهدرجه اللي في المحلات والزيوت والحاجات دي. بس انا حطيت ساعتها زيت نظيف، ما هواش زيت قديم. فهمتوني؟ هنا طبعا انا قطعت كيلو الدهن وحطيته على البوتاجاز. كان عندي حته دهنه تانية فيها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فيها حته عصبه كده، صلى على الحبيب، كنت حطاها في الحله زي ما انتم شايفين كده. اول ما بدات الدهن اللي عليها سله ونزل منها، وبدات ان انا هبدا بقى اخش على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على حته اللحمه اللي هي موجوده فيها من جوه، انا هشيلها بقى قبل ما نبدا نتوكل على الله ونشتغل الشغل بتاعنا. طبعا انا بدات سيحت الدهن على البوتاجاز زي ما شفتوا، بحيث ان انا الحمحومه بتاعته بدات تصفر كده بسيط. نزلت بقى عندي كوبايتين لبن من بتاع، بصوا لبن اللي هو اللبن الصحي، اللبن مش بتاع المحلات، برضو صحي بس ده لبن بخيره. فهمتوني؟ انا حطيت عليه مجين لبن بخيره. ليش بقى؟ اللي بخيره هيخليه لي الدهن زي الزبدة البلدي بالظبط، ريحة وطعم وشكل وترميلة كمان. هوريلكم الترميلة بتاعته بإذن الله في آخر الفيديو. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده جميلة قوي. حتة اللحمة بتاعتي بقى اللي موجود عليها دهن دي انا هشيلها دلوقتي علشان هبدأ الشغل بتاعي اللي بجد. طبعا الفيديو اللي قبل كده كنا عملناه، كنا سلقنا الدهن الاول، تمام كده، طلعت نتيجة ممتازة، ونتيجة ما شاء الله عليها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مرمل وجميل وحلو زي العسل. بس اللي زعلكم انتوا ان انا حطيت عليه نسبة زيت، انا حطيت عليه نسبة زيت علشان خاطر انا عايزاه يبقى جاهز وخام، بحيث ان انا اخد منه على طول للطبخ. فهمتوني انا حطيتها ليه؟ المهم حبايبي، احط لكم الفيديو برضو في صندوق الوصف للناس اللي هي ما شافتوش وعايزه تشوفها. ما شاء الله اللهم بارك، فيديو ناجح وجميل وحلو زي العسل. هنا بقى جبت لكم كيلو واحد، دي بقى اللي انا قصدي عليها، دي حته لحمه او عليها عصعوصه كده شويه، كان فيها برضو نسبه دهن، حبيت ان انا احطها بحيث ان الدهنه اللي فيها تسلي مع كيلو الدهن اللي احنا حاطينه. ما شاء الله اللهم بارك كده الدهن بتاعي، حطيت عليه اللبن فكميته رفعت. تمام كده هيبدأ يغلي، بحيث ان انا حطيت الدهن، اول ما لقيت الحماحين بتاعتي بدأت لونها يصفر، بحيث ان انا ضمنت ان كل الدهن اللي فيه سلق وتمام. هنا بقى ما سلقتوش وكمان ما خلطتوش في الخلاط، انا عملتهم لكم بالطريقه التانية، لان انا ساعتها قلت لكم انا عندي طريقتين، هعمل لكم واحده في الفيديو ده وواحده في الفيديو باذن الله اللي جاي على هو ده. هنا بقى هنعمله باللبن، هناك سيحناه بالميه. تمام، للناس اللي كانت معايا، الناس اللي ما كانتش معايا باذن الله لو حبيتي تخشي تشوفيه هتلاقيني باذن الله حاطالك في صندوق الوصف. تمام. المهم حبايبي، هنا بقى اللبن بدأ يغلي، لان لسه اللبن فيه بخار، يعني فيه ميه وهيتبخر كله ويهدى. ما هحطش الملح بتاعي ولا الكركم بتاعي الا في الاخر خالص. ليش يا ام يوسف؟ علشان خاطر الكركم بتاعي ما يتحرقش ويخلي لي لون الدهنه بتاعتي لون غامق.
تمام كده. يبقى احنا كده بنحول الدهن الى زبدة فلاحي، بس مش اللي هتتباع في المحلات، مش في الاسواق. اللي هتتباع في الاسواق هوريها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. هجيب لكم لبن واعمله قدامكم من اول اللبن ما يتحلب لغاية ما اطلع لك منه الزبدة والجبنة والسمنة وكل حاجة باذن الله، واعمل لك مش منه كمان ان شاء الله. اعمل لك فيديو هيعجبك باذن الله. هنا بقى احنا بنجيب الدهن طبعا زي ما انتم عارفين انه من الطبيعة، حاجة ربنا خالقها سبحانه وتعالى، وبتفيد الجسم وتفيد البشرة وتفيد الشعر. الناس اللي شعرها بيسقط لما تجيب كيلو دهن زي ده وتسيحه الطريقة دي وتاكل منه في الاكل، يعني تطبخ بيه الاكل، ما شاء الله اللهم بارك، الشعر اللي بيتسقط منها عمره ما هيتسقط تاني. لان يعني دي حاجات فيها فوائد للجسم، ربنا سبحانه وتعالى هو خلقها لنا علشان بتفيدنا، فهمتوني؟ مش بتضرنا. من ناحية الكوليسترول هي ما بتبهدلش الجسم ولا حاجة، علشان خاطر هي ما فيهاش زيوت نباتية مهدرجة. هنا بقى نزلت بمعلقتين ملح علشان ابدأ احيق الدهنة بتاعتي او الزبدة بتاعتي او السمنة بتاعتي حسب ما تسميها. تمام يا حلوين كده. كده بقى هو بيغلي، انا طبعا مش هسيبه خالص واخرج بره، انا جنبيه في المطبخ لغايه ما اخلص. هو مش هياخد عباره عن ربع ساعه الموضوع كله، بس اول ما خلصته حطيته يبرد، مرضتش اعبيه الا لما برد، بحيث ان انا لما اعبيه في البرطمان ما يسيحش البرطمان، وفي الوقت نفسه ما ياخدش ريحه من البلاستيك مع بعضيها ويضر الدنيا، وما يسيحش مني البرطمان ويتكب مني. استنيت لما هدي، بس ما استنيتش لما جرمس في الحله، لا هو برد بس، وبدات صفيته. هوريلك كل حاجه باذن الله معانا في الفيديو ان شاء الله. الفيديو هيعجبك وان شاء الله كده مش هتبخلي عليا باللايك باذن الله. هنا بقى انا واقفه جنبيه بقلبه علشان خاطر ما يفرش مني. طب لما جيت احط اللبن حبيت ان انا ما احطش اللبن مغلي وسخن، انا كنت غلياه قبل كده وسبته لما برد. ليش؟ علشان لو حطيت اللبن وهو بيغلي والدهنه وهي سخنه هيفور مني ويتكب على البوتاجاز. تمام، وكده هخسر الكميه اللي عندي. يبقى انا كده حطيت اللبن وهو بارد، ما حطيتش اللبن وهو سخن، فهمتوني؟ هنا بقى يا حبايبي انا حطيت الملح علشان خاطر ياخد ويدي مع الحياء كده يبقى جميل. طبعا احنا قايلين قبل كده ان الزبده او السمنه او الدهون مش بياخد غير حياءه بس، يعني حتى لو انت نسيتي وحطيتي ملح بزياده مش هياخد معاكي غير حياءه بس. تمام. احنا كده طبعا هحط معلقه كركم. ليش؟ علشان خاطر بتديله لون جميل، وفي الوقت نفسه بترفع من مناعه الانسان اللي هياكل من الاكل ده. تمام. طبعا تخزينه عايزه تحطيه في التلاجة حطيه، عايزه تحطيه على الرخامه حطيه. انا هنا بقلب فيه بحيث ان انا الحماحين بتاعته تبدا تدي لون ذهبي، واللبن كمان اللي فيه يبدا يتبخر كله وينتهي. هتفضل في الحماحيم عندي تحت مرجة زي مرجة السمنة البلدي بالظبط. هوريها لكم في اخر الفيديو. بقول لكم الريحة بتاعته ممتازة، واقسم بالله زي ريحة السمنة البلدي بالظبط. بس دي طبعا الزبدة البلدي حاجة ودي حاجة، دي سايحة مش هينفعوا يكوروها كده ويبيعوها لك رطل. تمام. هعمل لك الرطل السمنه البلدي باذن الله واوريهولك، وانا عامله فيديو قبل كده لتسييح السمنه البلدي، الزبده البلدي الفلاحي اللي هي بنخضها في القربه. هحط لكم باذن الله في صندوق الوصف لو حبيتوا برضو تخشوا تشوفوا. هنا بقى حبايبي هحط معلقه كركم علشان اللون، بيدي لون جميل بيحسسك ان انت بتطبخي بزبده بلدي. على فكره انا قبل ما انزل الفيديو عملت بيه رز، يعني طبعا الدهن هيبان ريحته في الرز اكيد غير الطبيخ، لان الفيديو اللي فات الناس قالت لي ينفع نعمل بيه رز وطبيخ، يعني عادي بيبقى جميل مش وحش. بس الفيديو اللي فات احنا مسيحينه بميه مش بلبن. تمام. ليه؟ اللي حد يخش يشوفه برضو. هحط لكم في صندوق الوصف، وافتكرت باذن الله احط لكم في تعليق مثبت للناس اللي هي مش عارفه وصف الفيديو فين. هنا بقى بدات حطيت المعلقتين الكركم، شايفين ادوا لون جميل، بس عندي الحماحيم لسه بيضه، والمرجه كمان اللي تحت من اللبن لسه بيض. ده بقى اتاكد ان انت في غلو الزبده البلدي. الرطل كنا بنجيبه ب50 جنيه، الوقت بقى ب70 جنيه، فهمتوني؟ الرطل ده يعني قليل عن نص كيلو، يعني الرطل قليل عن نص كيلو. الكيلو عندنا هنا في الارياف في الزبده البلدي يعتبر رطلين وربع. تمام. يعني الرطل ب70 جنيه، 70 و70 140، وحطي تاني 20 يبقى 160 جنيه في الكيلو. ما شاء الله اللهم بارك. ده هيعمل لك انتاج احلى، وهيبقى انضف وارخص عليكي وكمان جميل. هنا بقى خلاص بدأنا فبجد بدأت النتيجة عندنا تبقى تمام، ومفيش مية ومفيش بخار طالع من المية ولا اللبن. خلاص هنا بوريكي لونه
ممتاز، هيعجبك جدا في اخر الفيديو لما تشوفيه في البرطمان. هنا بقى حبايبي خلاص بدأت ان انا اتمم الحاجه بتاعتي تمام، خلاص مفيش ميات، مفيش ريمه على الوش ابيض، مفيش اي حاجه غريبه. هديله قلبتين حلوين كده واطفي عليه واسيبه لما يهدى خالص، نيجي نعبيه سوا في البرطمان. هنا بقى سبته حوالي بقى انت مثلا حسب جو الشتاء عندك ساعة 2 3 حسب الجو عندك. وبعد ما يبرد خالص هتجيبي برطمان ناشف مفيهوش ميه ابدا، دي اهم حاجه انت هتعمليها. تمام. الحمو اللي موجود معانا هيكمل بقيه الحماحي، احنا مش عايزين نحمرها قوي علشان ما تتحرقش مننا، واللون يكون غامق بتاع الزبده بتاعتنا. انا بحلف لك بالله انا عملت بيه رز، والله والله زي طعم الزبده البلدي بالظبط، وارخص عليك شويه، يعني اوفر. انا قصدي ان انا اوفر لك شويه، يعني مجين اللبن قولي نص كيلو لبن على كيلو دهن، وممكن تحطي نص كيلو لبن على 2 كيلو دهن كمان. جميل. المهم ان هو اللبن يكون لبن بخيره، فهمتيني؟ ليش بخيره؟ علشان احنا الخير ده هو الزبده البلدي اللي هتدي الريحه والطعم للدهن. تمام. يبقى احنا كده الوش بتاع اللبن اللي هيبقى موجود عندك هو اللي هيدي ريحه وطعم للدهن، وهيعين خالص ريحه الدهن، ما هتلاقيش للدهن ريحه ابدا، هتشم الدهن كانه زبده بلدي بالظبط. هنا بقى جبت البرطمان بتاعي وحاولت ان انا انشفه تماما، ما اخليش فيه ريحه الميه. تمام. عايزه تفضيه برطمان ازاز زي ما ترتاحي، عايزه تفضيه برطمان بلاستيك عادي او عاج، المهم ان انت الحاجه تكون ناشفه معاكي، ما تكونش مبلوله، وفي الوقت نفسه الدهن يكون برد معاكي تماما. هنا بقى حطيت المصفى علشان خاطر انا مش عايزه اي حاجه تنزل في البرطمان عندي، بحيث ان هو يكون خام، يعني اللي موجود فيه يكونوا خام. شايفين المرجة اللي تحت؟ ما شاء الله اللهم بارك، زي مرجة الزبدة البلدي بالظبط، وطعمها زي الزبدة البلدي بالظبط. الناس بقى عايزة تعمل بيها محشي ماشي مفيش مشاكل، عايزة تعمل بيها اللي انت عايزاه بقى حسب اكلك انت. وكمان في ناس بتحطها في الزلعة في الشرش بتاع الجبنة القديمة، ما شاء الله اللهم بارك، بتدي جميل وبتدي انتاج حلو كمان في الزلعة برضو مع الجبنة القديمة. احنا عاملين قبل كده برضو كام فيديو للجبنة القديمة، هحطهم لكم برضو بإذن الله في صندوق الوصف للناس الجديدة اللي ما هياش شافت معانا الفيديوهات قبل كده. تمام يا حبايبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هنا حبايبي بقى خلاص صفينا الكمية بتاعتنا والدنيا تمام والحمد لله. كده بعد ما برد كده حطيت الطبق ده تحتيها، بحيث لو حاجة اتدلقت مني غصب عني ولا حاجة ما تتلفش في الأرض، خسارة. الطبق ده طبعا ناشف، ايدي ناشفة، كل حاجة عندي ناشفة ما فيهاش مية، لأن الزبدة لما تسيحيها وتتبل منك مية أو تاخدي من بطرمان بمعلقة مبلولة مية بيتلف منك الحاجة على طول وتعمل صوف اسود على الوش كده، يعني عفن اسود. لا احنا مش عايزين ده، عايزين الحاجة تبقى نظيفة معانا ومضمونة وحلوة، لان احنا بنعمل لولادنا الاكل، اكيد كل واحدة مننا عايزة تعمل احلى حاجة لولادها. اهو ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو طلع كيلو صافي تمام كده، ما شاء الله اللهم بارك، جميل جميل جميل. هنا بقى بعد ما بيت معانا طول الليل، او مثلا حطيه في التلاجة بعدها بساعة، ما شاء الله هتلاقي نفس النتيجة دي. شايفة الترميلة؟ ما شاء الله اللهم بارك، جميل. تمام كده على الرخامة طول الليل، وقلت الصبح اكمل الفيديو. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين الترميلة؟ ما شاء الله اللهم بارك، والريحة كمان اجمل واجمل، يعني الريحة كمان اجمل واجمل. اهو ما شاء الله اللهم بارك، جميل. ما تنسنيش بالله عليكي باللايك بقى لو انت وصلتي معايا لغايه هنا وعجبك اي حاجه او استفدتي اي افاده من الفيديو، يا ريت ما تنسنيش في اللايك الجميل بتاعك، وتكتبي لي كومنت حلو، حتى لو ما انتش لاقي اي حاجه تكتبيها صلي بينا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على الك واصحابك اجمعين. دي الحماحيم يا حبايب قلبي، حقيقه وجميله، عايزه تحطيها في الزلعه تخلي لك الجبنه القديمه ممتازه. اشوفكم بخير يا حبايب قلبي في فيديو جديد باذن الله. اكتبي اي تعليق، شرفيني ونوريني بيه، حسسيني ان انت اخت ليا، ما تحرمش منكم ابدا حبايبي. دمتم بخير باذن الله، مع السلامه.